هنا بقى عندي. انا هنا في السفير، انا عايز السفير دي تكون فوق البوكس. تمام، فحدد السفير عندي وابدا ان انا اروح اختار امر الاين. طيب هتلاقي علامه الالاين كده ظهرت، انا عايزه تبقى على انه بوكس ده ولا ده، عايزه على ده، فتروح هنا هتظهر عندي تاب كده. التاب دي مهمه جدا. قالك هنا الكرنت اوبجكت والتارجت اوبجكت. الكرنت اوبجكت اللي هو السفير، التارجت اوبجكت اللي هو المكان اللي انا عايز السفير ده تروح عليه. تمام، فالسفير عندي هي دي الكرنت اوبجكت. المكان اللي انا عايز السفير تكون عليه ده بيتقال عليه التارجت اوبجكت. هنلاقي فيه دايما في الاتنين في حاجه اسمها المينيمم، السنتر، البيفوت بوينت، والماكسيمم في الاتنين. تمام، مش احنا كنا قايلين ان عندي الشيب بتاعي ليه طبعا مينيمم؟ تمام، وليه الماكسيموم بتاعه، التوب بتاعه من فوق. يعني التوب بتاع البوكس من فوق ده اسمه الماكسيموم، ومن تحت ده المينيمم. وطبعا السنتر اللي هو بيبقى سنتر الاوبجكت نفسه، والبيفوت اللي هو اللي بيظهر عندي لما بحرك الشيب، اعمل له روتيت، بعمل له سكيل. تمام، فبيبقى كل اوبجكت ليه البيفوت بتاعه في مكان معين. هنا عندي اهوت البيفوت بتاعي. هنا البيفوت بتاعي عايزين نعرف هو فين بالظبط. هو في نفس الاوبجكت. وهنا البيفوت بتاعي فين؟ هنا في المينيمم بتاع البوكس. تمام كده، وهنا ده في السنتر. تمام، طيب احنا عايزين الاوبجكت بتاعي ده علشان السفير دي تكون فوق. يا هنقول البيفوت يبقى على البيفوت. فاكشلي انا عندي هنا البيفوت ده اصلا هنا في نص الاوبجكت، والبيفوت ده هنا عندي على في الاوبجكت من تحت، خليته فوق في الماكسيمم بتاعي. هنيجي نختار عندي والاوبجكت اللي انا عايزه احركه وتارجت على البوكس. هلاقي الموضوع اختلف تماما. عندي التارجت ده خليه في الماكس او اخليه في البيفوت. طبعا هو عامل ايه هنا؟ عندي حاطط الاتنين بيفوت على بعض. البيفوت بتاع السفير عندي في النص، والبيفوت بتاع البوكس فوق، فهو ظبط الاتنين على بعض. طيب انا لو عايز اخلي المينيموم على الماكسيموم بتاع البوكس، طيب هو ظبطهم على بعض بالظبط، بس هو هنا شغال على المحورين. تمام تمام، حطيت هنا البيفوت على البيفوت في اتجاه الاكس بس. هنيجي نبص كده هنلاقي عندي ايه؟ ان هو حط لي فعلا، لان انا حركته في اتجاه الاكس، قلت له اتحرك لي في اتجاه الاكس. هنلاقي ان الاوبجكت فعلا لامس البوكس بتاعي من فوق. خلينا نتعلم الاول على اتنين بوكس، وبعد كده نختار اشكال البيفوت فيها مش واضحه تمام او مش باينه. هنا اول حاجه انا عايزه اخلي الاوبجكت ده، تمام، الاوبجكت ده على الاوبجكت ده. تمام، هنعمل ايه؟ اول حاجه عندي هنختار البوكس اللي انا عايزه احركه، الاوبجكت اللي انا عايزه احركه. تمام كده، هروح اعمل ايه؟ هروح اختار امر align. هنكليك، هنلاقي ان الاوردر عندي بقى select. هنروح نعمل ايه؟ هتلاقي كده الماوس بتاعه شكله اتغير وعمل امر align. هنختار الشكل اللي هو اسمه التارجت، اللي انا بتارجت عليه ان يتحط عليه الشكل. هنضغط كليك، هيظهر عندي تاب. اول حاجه اللي هو align position، يبقى في حاجه عندك ان انت بتحرك، احركهولك في اتجاه الاكس، ولا احركهولك في اتجاه الواي، ولا احركهولك في اتجاه الزد. احنا عاملين سيلكت على الاكس بس، ممكن نعمل على سيلكت على الواي، وممكن نعمل سيلكت على الزد. طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ هما بقوا الاتنين دلوقتي حرفيا مع بعض. ليه بقى؟ لان عندي البيفوت في الاتنين بوكس في مكان واحد، فراح على طول عامل لينك ما بينهم، وبقى الشكل على الاتنين الشكلين على بعض. تمام كده. طيب انا لو عايز مثلا المينيموم والماكسيموم مثلا، على حسب الاتجاهات اللي انت مفعلها. تمام،
هنا لما عملنا الماكسيموم مع الماكسيموم، لان الشيب هنا عندي واحد، الماكسيموم بتاعه واحد والمينيموم بتاعه واحد والبيفوت بتاعه واحد والسنتر بتاعه واحد برضو. لو احنا عملنا سيلكت للاتنين برضو هيتسلكتوا على بعض. طيب انا عندي 3 حاجات. الاونلاين العادي، لو احنا هنيجي نتكلم على الكويك، هنعمل اوبجكت تاني. تمام. هنا لو لاحظنا هنلاقي ان الاوبجكت ده البيفوت بتاعه من فوق، تمام، في الماكسيموم، وهنا في المينيموم من تحت. طب انا عايزه، لو عايزه اظبط الاتنين دول على بعض هتبقى سهله على طول. ممكن اعمل البيفوت على البيفوت فيبقى الاتنين شيب على بعض. يعني انا لو عايزه احط الاوبجكت ده اختاره وبعد كده الاين وبعد كده اختار ده، هيظهر عندي التاب. لو انا اخترت بيفوت وبيفوت هلاقي الاتنين على بعض على طول، ظهروا بقوا على بعض. ليه؟ طالما عندي الشيب الاولاني البيفوت بتاعه تحت، والشيب الاولاني الشيب التاني البيفوت بتاعه من فوق، فسهل ان هما يعملوا لينك مع بعض ويبقى يتعمل لهم الاين بمنتهى السهوله. تمام كده. ده بالظبط اللي هي الكويك الاين، اللي هي دي. انا مختار الشيب ده، هختار ده هي على طول. هو اصلا بيبقى معمول متحدد، لو انا عارف ان الشيبس اللي عندي دي هقدر اعمل لها الاين من البيفوت، يبقى على طول من غير ما انا ادخل هتلاقي حتى ما ظهرليش التاب. لو انا رجعت تاني، خلينا نعمل كنترول زد. بصوا هنرجع تاني اهو، ده البيفوت بتاعه من فوق وده البيفوت بتاعه من تحت. تمام. لو انا متاكد ان الشكلين بتوعي هقدر اعمل لهم اونلاين واقدر احطهم فوق بعض عن طريق البيفوت، والبيفوت بتاعهم مظبوط، الشكل بتاعهم هيبقى مظبوط لو انا عملتهم على بعض او عملت الاونلاين من البيفوت على طول. مش لازم ادخل في الاونلاين اللي هو فوق اللي هو العادي، لا هضغط على اللي هي الايكون التانية. تمام. مجرد ما انا سلكت عليها هتلاقي حتى الايكون بقت نفس الشكل. هروح اسلكت على الاوبجكت اللي انا عايزه تارجت عليه، هعمل كليك، هتلاقي حتى التاب ما ظهرتش، هو على طول بيبقى مسيستم على البيفوت. تمام. بقدر اعمل الاين من البيفوت على طول. طيب هل ممكن اعمل الاين من الفيس؟ يعني خلينا نرجع ده. لو انا عندي الاوبجكت ده عايزه احطه على الفيس ده، يعني انا عايزه اسلكت الاوبجكت بتاعي ده اعمل له اونلاين على طول يجيلي على الفيس من الاوبجكت التاني. نقدر نعمل حاجه زي كده. هنقوم مختارين اللي هي تالت ايكون واختار مثلا الفيس ده بكده. هنختار شيفت ونسحب، نعمل دراج، نعمل 2، احنا عايزين 2 كوبي نفس المقاسات. تمام كده. انا عايزه دلوقتي اعملها نفس شكل السلم. طيب انا عندي هنا البيفوت فين؟ البيفوت في التلاتة شيب تحت. تمام. طيب عشان نخليها الموضوع اصعب شويه، عايزين نحرك البيفوت ده فوق. تمام كده. عشان يبقى الموضوع اصعب شويه نبقى احنا فاهمين احنا بنتعامل ازاي. انا لو عندي اوبجكت هنا بتاعي تحت والاوبجكت التاني بتاعي هنا هو فوق، والاوبجكت التاني البيفوت بتاعي تحت. تمام. طيب ده فوق وده تحت، يبقى انا هحط ايه على ايه؟ هحط الاوبجكت بتاعي اللي هو البيفوت بتاعه من تحت على اللي فوق. اول حاجه هنعملها هنا ايه؟ هنقوم عندي الشكل ده البيفوت بتاعه تحت وهنا البيفوت بتاعه فوق. اوكي. هنختار ده ونقوم عاملين اونلاين. تمام. ونتارجت على الشكل اللي انا عايزه انقل عليه البيفوت على البيفوت. بس هنا مش عامل البوزيشن اللي انا هتحرك فيه. انا عايزه اتحرك الاتجاه في اتجاه فين؟ في اكس وفي زد. في اكس
وفي زد، مش محتاج الواي في حاجة. تمام كده. انت بس مجرد ما انت عندك البيفوت وتبدأ تتحرك، انا عايزة اروح كده، يبقى هو ده اتجاه الاكس بتاعي، واتحرك ارفع الاوبجكت بتاعي فوق، يبقى انا هديله المحورين في الاكس وفي الزد. تمام، مش محتاج الواي في حاجة. هنعمل ابلاي. طيب انا دلوقتي عايز احرك الاوبجكت ده، اخليه في اتجاه الاكس دي. في الاوبجكت اللي هو التارجت اللي انا حطيت عليه الشكل، هختار الماكسيمم بتاعه اللي هو فوق. تمام. طيب والاوبجكت بتاعي اللي هو فوق، اللي انا بتحرك عليه، اللي انا حركته اصلا، تمام، اللي هو الكرنت بتاعي، هختار الماكسيمم بتاعه. سوري، هختار المينيمم بتاعه اللي هو تحت، اللي هو لازق في الماكسيمم بتاع الاوبجكت بتاعي اللي تحت. تمام. طيب انا عايزه اتحرك في اتجاه ايه؟ هحركه كده، انا عايزه اخلي الطرف بتاعي ده يبقى على الطرف ده، يبقى همشي في اتجاه الاكس. اول ما اختار الاكس بوزيشن هلاقيه اتحرك على طول في الاكس بوزيشن. تمام. وبعد كده اضغط اوكي، يبقى كده هنا مشينا اول ستيب. طيب الاوبجكت ده ال ال البيفوت بتاعي تحت، وده البيفوت بتاعي تحت، يبقى انا كده مش هستخدم البيفوت بقى. ده الشكل اللي انا عايزه احركه، احطه على الشكل ده، يبقى ده الكرنت وده التارجت. ده انا كده كده الاتنين في الماكسيمم مع بعض، هقوم اعمل ابلاي، وبعد كده عايز اعمل التاني ده في المينيمم في الزد والاكس. بقى عندي ايه؟ الشكل بتاعي مظبوط. تمام. حاول تعيد الحتة دي مرة واتنين وتلاتة، وتمشي بالخطوات. انت اول حاجة بتظبط السيرفيس على بعض. انا هنا مثلا عندي ده التارجت، ده الشكل اللي انا عايزه احط عليه شكل تاني. تمام. مهم جدا تفهم الحته دي، انا مش مهم عندي ان انا اشرحه في الماكس على قد ما انت تفهمها في الواقع. تمام. فيبقى عندي ده الكرنت، اول ما هسلكت عليه هضغط الاين. تمام. وبعد كده هلاقي السهم عندي اتحرك، فهبدا اختار اللي هو بتارجت. تمام. الشكلين هيتحطوا على بعض باي بوزيشن. انا هنا دلوقتي البيفوت بتاعي في السنتر، وهنا البيفوت بتاعي في السنتر، فيبقى انا ايه؟ هتجاهل موضوع البيفوت ده خالص. هبتدي انا دلوقتي السيرفيس الاولاني ده علشان يتحطوا فوق بعض هيبقى ازاي؟ هيبقى المينيمم على الماكسيمم بتاع التارجت. يبقى هروح عند الكرنت اوبجكت، هختار المينيمم بتاعه، وبعد كده هروح على التارجت اوبجكت وهختار الماكسيمم بتاعه. تمام. ايا كان بقى البوزيشن بتاع الشكل. خلاص انا اتاكدت ان الاتنين بقوا فوق بعض خلاص. تمام. سواء بقى انا عايزهم فوق بعض، عايزهم جنب بعض، عايزهم يمشوا في اي بوزيشن، انا خلاص اتاكدت ان الاتنين بقوا على بعض وبقى اعمل لهم الاين، هعمل ابلاي. تمام. وبعد كده بقى في البوزيشن فوق هيبقى في اكس وفي واي وفي زد. تمام. هبتدي بقى اشوف انا عايزه امشي في انهي اتجاه. هل انا عايزه امشي في الاكس بس؟ طيب انا عايزه امشي في الاكس وعايزه امشي في الزد، او همشي في الاكس كده وهمشي في الواي؟ دي بقى على حسب ما انا هختار او الشكل بتاعي. تمام. مهم جدا انك تفهم الحته دي. هنشرح تاني اللي هو الالاين. تمام كده. انا هنا عندي التلاتة اوبجكت. او ماي جاد. اوكي. التلاتة اوبجكت البيفوت بتاعتهم تحت خالص في المينيمم. تمام. طيب انا هنا لو عايزه اصعبها سيكا، هنبدا. احنا طبعا كنا واخدين ازاي نغير البيفوت. هنسحب البيفوت دي فوق كده شويه. اوكي. فخلاص، فبقى عندي الشكل ده البيفوت بتاعه فوق، وان البيفوت بتاعي ده هنا تحت. هنا عايز اعمل سلم، اعمل درج. تمام. هعمل ايه؟ ده الاوبجكت بتاعي اللي انا عايزه احركه، اللي هو اسمه الكرنت، وده الاوبجكت اللي انا عايزه تارجت عليه، احط عليه الاوبجكت بتاعي. يبقى اول حاجه هعمل سيلكت الاوبجكت، وبعد كده الاين. هنعمل ايه؟ هنحدد الشكل اللي انا عايزه احط عليه الشكل التاني. طيب
الشكل الاولاني كان في المينيموم، الشكل التاني كان في الماكسيموم. تمام. تمام، اول حاجه هنعمل ابلاي. عايزه احرك الاوبجكت بتاعي ده فين؟ عايزه احركه اخليه اكس وواي وزد. ثانيه واحده، خلينا هنا عشان الدنيا تبقى هنا اوضح. هنعمل هنا align، بعد كده للاوبجكت عشان هنا ما كانش واضح. هو حاطلي هنا المينيموم على الماكسيموم والدنيا بقت زبادي في الخلاط. يبقى هنا عندي هنعمل ابلاي. طيب انا عايزه احرك الشكل بتاعي ده في الاكس بس. طيب احنا هنختار طبعا الاتنين مينيموم. طيب انا عايزه احركه في الاكس والواي، حرك لي في الاكس والواي. طب انا عايزه احركه في الاكس والزد، حركوا لي في الاكس والزد لتحت. تمام، بس انا مش محتاجه احرك في الزد، انا كده كده عملت له الاين، فانا حركته في الاتجاه الاكس علشان التو شيبس تبقى فوق بعض مع بعض. تمام. طيب انا عايزه احرك دلوقتي الاوبجكت ده اهو، اخليه على ده. طبعا ده هنا في المينيموم وهنا ده في المينيموم، يبقى انا مش هشتغل على البيفوت. تمام. هقوم عامل ايه؟ انا عايزه ده اللي انا احركه، هعمل الاين، اروح للتارجت، اكليك، هنعمل اكس في الاتنين. ده في المينيموم، والتاني كان في الماكسيموم. تمام. لا اوكي، هنعيد تاني. تمام. هنعمل ابلاي. انا عايزه احركه في الاكس، هنعمل الاتنين في المينيموم ونحركه في الاكس، بقى الاتنين مع بعض، بقى السلم بتاعي. تمام كده. فالفكرة في انك انت تبقى فاهم انت بتتعامل ازاي. طيب احنا بقى في حاجة تانية عايزة برضو اشرحها. لو انا عايز عندي هنا تو الشيبس عندي هنا، هعمله كوبي مش هعمله ريفرنس. الاتنين عندي مثلا البيفوت بتاعتهم فوق، او ده اللي متعدل، فبلاش نخلينا في المتعدل، خلينا ايه في بوكس تاني جديد. اوكي، معرفش ليه هو مخضرهالي كده في كل حاجة. تمام. انا هنا عندي الهاي خليه 2 متر عشان نبقى احنا عارفين الارتفاع بتاعنا قد ايه. تمام. انا عايزه انزل، هو البيفوت بتاعي دلوقتي، خلينا نشيل البلان ده. البيفوت بتاعي دلوقتي تحت، انا عايزه اخلي البيفوت بتاعي ده يطلع بمقاس مظبوط فوق بالظبط في السطح بتاع البوكس بتاعي. هعمل ايه علشان ارفع البيفوت بتاعي ده لفوق؟ هنروح طبعا هنا في الهيركاي، هنعمل افكت بيفوت اونلي، هنبص تحت على الزد. احنا طبعا عايزين نرفع الزد بتاعي في فوق الابسوليوت بتاعي، مش ممكن نصفرها لان انا ما عنديش حاجه، ما بحطش حاجه فوق حاجه. هنعمل 2 متر. هو هنا رفع لي بالظبط البيفوت بتاعي على 2 متر. انا كده هنا متاكد حاليا ان البيفوت بتاعي بالظبط على السطح بتاعي من فوق. طيب انا لو عندي شكلين كده، او خلينا الشيب ده، البيفوت بتاعي فوق، انا عايزه اخليه تحت. تمام كده. هنعمل ايه؟ هروح واعمل افكت بيفوت اونلي. المفروض ان انا عايزه انزل بالماينس 2 متر. تمام، يعني كده بنزل تحت، بنزل بالماينس.
هاجي ابص كده على الزد بتاعي من تحت، هلاقي ان هو معمول 4، فانا لما هاجي اعمل 2، تمام، ازود 2 هلاقي ان هو يعني انا عملت كده 2، اوكي، عمل لي البيفوت بتاعي تحت في الاتنين، عشان نطلع من الامر، عملها لي في الاتنين، تمام. وهنا ممكن لو انا عايزه اصفر الاورجن بتاعي، لو انا عايزه اخلي الشيب ده هنا، فاقوم اعمل ايه، اعمل الت كيو، الت كيو، الت كيو، ده اللي بيجيب لي الشيب بتاعي عندي، تمام كده. فده لو انا عايز انقل البيفوت بتاعي يعني بمسافة مظبوطة. انا كنت الاول بعملها بشكل عشوائي علشان بس كنا بنشرح فيها، انما لو انا عايزة ارفع البيفوت بتاعي برضو اخلي ان انا ابقى اكون مصفر الاورجن بوينت بتاعتي اللي هي تحت، العداد بتاعي من تحت او من هنا، تمام، وابتدي احط الارقام بتاعتي، تمام. او لو انا عايزة ارفع الاوبجكت بتاعي مثلا 2 متر، هيترفع عندي الاوبجكت بتاعي 2 متر، تمام. دي ممكن نستخدمها في ايه، دي ممكن نستخدمها برضو في الستيرز عندي، في السلالم. هنا لو انا مثلا عايز، انا طبعا عارف التلاتة دول ارتفاعهم كام، 2 متر، تمام. طيب انا عايزة هنا لو انا طلعت هطلع 2 متر، هبقى فوق، يعني انا هنا مصفر هنا العداد بتاعي، عملته 2 متر هنا، طلع فوق عندي هنا. طيب الاوبجكت بتاعي ده مثلا اهو، ده 2 متر وده 2 متر، المفروض اطلع ده 4 متر، تمام. هلاقي هنا لو عملت هنا 4 هلاقيني ايه، طالع ال4 متر بتوعي. ده لو انا برضو عايزه اعمل ايه، سلم بطريقه سريعه يعني شويه، تمام كده. فهنا برضو تخلي بالك، لان انت لو مش بتصفر الابسوليوت بتاعتك او الاورجن بوينت بتاعتك، ممكن انك انت تبقى مثلا 6 فتيجي تحط الرقم فيعللك رقم على الرقم من فوق، فتخلي بالك انت مكتوب ايه عندك تحت في البوينتس بتاعتك اللي تحت، اللي هي ديت الابسوليوت ودي الاورجن بتاعتك لما بتيجي تصفرها، تمام. انت كده بتصفرها، تبدأ تشتغل على الارقام على بطريقة افضل يعني، تمام كده. التاسك بتاعكو هيبقى عن ايه، عن ان انت تبدأ بقى تعمل درج مثلا 5 درج مثلا ولا حاجة، وتبدأ انك انت تبدأ او 5 ستيبس مثلا، وتبدأ انك انت تجرب عليهم امر الاونلاين، وتشوف ايه اللي كان احسن لك، وتقولي برضو في الكومنتس كده الدنيا كانت معاك ايه. ولو محتاجين فيها شرح في حاجات تانية، قلنا ان احنا هنقدر ان احنا نعمل لايف ستوريز، اي حاجة نقدر نشرح لكم فيها الحاجات اللي ممكن تكون عطلت معاكم. يعني حبيت ان انا في السيشن ده انا ما اشرحش اي حاجة تانية، لاني بجد هو تقيل، الاوردر ده تقيل، وبس بمجرد ما انت تبراكتس مع نفسك كده الاوردر ده او الامر ده، تبدأ تشتغل عليه كتير، هيبدأ الموضوع يبقى سهل معاك، هيفرق كتير معاك. هيفرق كتير معاك في حاجات انا كنت بشتغلها مانوال. يعني لو انا عايزه اعمل مثلا عندي تولز مثلا، وعايزه اعمل اونلاين يوم، كنت انا بقعد اروح بالسناب وساعات ما تبقاش جايه مظبوطه، خصوصا لو انا عندي الوولز مش نفس السكنس، فالموضوع بيبقى فيه لخبطه شويه، كنت دايما بعملها مانوال بصراحه. لو عندك مثلا شباك وعايز على طول تبدا تاونلاين على طول بالوول، بدل ما انت اللي تروح انا كنت الاول بروح بسحبه بسناب واروح للوول، لا على طول انت بتارجت على طول الويندو بتاعك بالوول، خلص الموضوع.
احنا ليه بنتكلم في كده؟ ان انت راس مالك كله هو الوقت. كل ما عرفت انك انت تستثمر في الوقت، انك انت الوقت اللي انت تكون بتشتغله على الماكس، في انك انت تطلع افكار، مش عشان تعرف تظبط اوبجكت معين، لا. فطول ما انت عندك في stability او نوع من انواع السهوله شويه، نوع من انواع الفلكسبيليتي عندك، في انك انت عارف اختصارات وعارف حاجات كتير، تقدر انك انت بسهوله مش محتاج تفكر او تقعد تقول هي دي تتعمل ازاي. كتير مننا بيشوف على جروبس كتير بيجيبوا مثلا بلوك معين ويقولوا ايه ده بيتعمل ازاي، فبيلاقي ناس بترد بتقولها ايه يعني سهل انه يتعمل. انت لو مبتدئ انت تحس ان هو هيتعمل ازاي؟ ممكن من الاوبجكت ده لو بيتعمل في 5 دقايق انت ممكن تقعد 2 3 علشان اصلا تحاول تعمل حاجه شبيهه ليه. ده بيجي من ايه؟ بيجي مع الوقت، مع الخبره، ان انت بدل ما انت كنت تقعد بالساعات تدور على البلوك اللي انت عايزه على المواقع كتير، لا تبدا تشغل دماغك. انت معاك اوردرز، فاهم البرنامج، عارف دي بتتعمل ازاي، واخد الاوامر اللي فعلا هتفيدك، وبعيد عن الاوامر اللي هي ملهاش لازمه. فخلاص عقلك في حاجات ثابته، فتقدر ان انت بسهوله لو انا عندي سلم، بدل ما انا ادور على اوبجكت السلم، لا انا هعمله بايدي على طول، سهل، على طول سهل. ليه؟ لان انت خلاص عارف الاوردر ده بيتعمل ازاي، او الاوبجكت ده بيتعمل ازاي، او البلوك ده بيتعمل ازاي. فكل ما كنت عارف وبتدرب نفسك على الحاجات اللي بتتقال وبتحاول ما تنساهاش. انا هحاول دايما اربطها لك بحاجه بارض الواقع، مش بقول لك ده اوبجكت وازاي نعمل الاين على بعض، لا انا بفهمك ان ممكن تستخدمه في ايه. ممكن تستخدمه في الهاند ريل. انت خلاص مثلا عملت الدرج بتاعك وعايز تعمل الهاند ريل، بدل ما انت تقعد تدور على هاند ريل، وبيبقى فيه مثلا في معظم البروجكتس مثلا بيبقى فيه حاجات معينه جاي لك مثلا ال2 دي بتاعك او الشوب دروينج، ان انت تمشي على شكل معين، او في حاجه في السايت او في الموقع اللي هيتعمل فيه عايزين الشكل ده، فتبدا ان انت تكريت ده على الماكس. فالهاند ريل تقدر انك انت بالاونلاين الموضوع هيبقى سهل جدا معاك. وممكن الهاند ريل ده هيبقى ليه حاجه تانية اللي هو الاري، بس يعني شغل دماغك، مفيش امر معين لحاجه معينه. طول ما انت بتشتغل هتبدا انك انت تشتغل على البرنامج ده بطريقتك انت وبدماغك انت. بس الاونلاين ده مهم قوي 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 قوي. متنساش تعمل سبسكرايب، لايك وشير لاي حد انترست انت تعرفه في المجال بتاعنا، او الكورسات 3D Max. وكومنت تقول لنا اذا كان السيشن النهارده كان سهل، اذا تفهموه فعلا، ولو في اي حاجه وقفت معاك تقدر انك انت تكتبها برده في الكومنت، ونقدر ان احنا نشرحها على اي بلاتفورم زي ما انتوا عايزين. باي باي.